الدنيا كل شارع فيها حكاية، لكن في طرق بتحكي حكايات مختلفة خالص. ومع كل غروب شمس ومع بداية رحلة على طريق صحراوي طويل بيبدأ قلب السواق يقرا المعوذات، ومش خوف من حادثة لا قدر الله يعني، لأ، ده خوف من اللي ممكن يشوفه أو اللي ممكن يشوفك. الطريق ده مش مجرد أسفلت وخطوط بيضة، ده عالم تاني، عالم بيصحى مع كل كيلو متر بتبعده عن النور. وأول اختبار بيقابل السواق هو اختبار النظر، إنك تشوف اللي المفروض ما تشوفهوش، الكائنات اللي بتظهر فجأة وبتختفي فجأة كأنها كانت مجرد لمحة من الخيال، بس الخيال ده كفيل إنه يعمل حادثة مميتة. أبو علي بيحكي وبيقول دي كانت أصعب ليلة عليا، كنت راجع من الواحات البحرية والجو تلج في عز الصيف. شفت طفل صغير يمكن عنده مثلا 7 سنين قاعد لوحده على طوبة كده في جنب الطريق. وقفت طبعا، طفل في الضلمة كده دي مصيبة. فتحت الباب ونزلت ناديته: يا ابني انت بتعمل ايه هنا؟ الطفل رفع وشه وكانت عينه بتلمع كده زي الإزاز، مش بيرمش، مفيش أي تعبير على وشه ومفيش خوف ولا حتى بكا. ولما قربت منه خطوة كمان لقيته بيشاور بإيده على الصحراء اللي مفيش فيها أي نور خالص، كأنه بيقول لي تعالى. قلبي دق جامد وحسيت إن ده مش بني آدم طبيعي. رحت ركبت العربية وبدل ما أدور وأمشي دوست بنزين ورجعت بسرعة لورا بالعربية لحد ما اختفى. ولما وصلت القاهرة حكيت لناس كبيرة، قالوا لي ده قرين التابع من الجن بيظهر في صورة طفل عشان محدش يخاف منه. ومن الواحات لطريق الفيوم القديم، حسام عنده 30 سنة بيحكي: كنا راجعين متأخرين، شفت زي موكب ضخم كده، عربيات قديمة وناس لابسة لبس زي الفلاحين بتوع زمان ماشيين على جنب الطريق. بس الغريب إن مفيش أي صوت، مفيش صوت موتور ومفيش صوت كلام ولا حتى صوت خطواتهم على الأرض. المشهد ساكت خالص كأنه فيلم صامت. قلت لأبويا إيه الناس دي؟ بص أبويا وما ردش، وبعدها بدقيقة بالظبط مفيش ولا عربية ولا بني آدم في الطريق. أبويا قال لي الحمد لله إنهم عدوا، دول مش من العالم بتاعنا. وخلينا نشوف حبايبنا في الصعيد. عم محمد سواق أجرة بين المحافظات بيقول طريق الصعيد الصحراوي الغربي ده بحر غموض. أنا شفتها أكتر من مرة، بنت شعرها طويل بتظهر في المراية الجانبية واقفة على الكرسي اللي ورا، بيكون مفيش حد معايا في العربية أصلا. بتحصل في الحتت اللي مفيش فيها أي إضاءة. وقتها بحس ببرد شديد مفاجئ في العربية، كل اللي بعمله إن بطنشها خالص وبقرا قرآن بصوت عالي جدا لغاية ما أحس إن البرد ده راح، لأن سمعت إن لو عينك جت في عينها بيقولوا هتاخدك. والحقيقة إن في ناس بتقول إن اللي بيظهر ده جنية عاشقة بتستنى بس حد يقرب منها، ووقتها الله أعلم مصيره هيكون إيه. والبعض التاني قال إن البيوت الفاضية دي هي بيوت للجن. بس لما تلاقي نفسك في نفس المكان بعد ساعات من المشي افهم كده وقتها إنك دخلت في لعبة ملهاش قواعد. وخلينا نشوف عم أحمد هيقول لنا إيه. في منطقة معينة بعد ما بتعدي وادي الملوك الطريق بيلف لفة كده بتطلعك على كوبري. أنا حافظ الطريق ده زي اسمي. مرة كنت ماشي طلعت اللفة دي وقمت طالعها تاني، قلت لنفسي إيه ده، أنا يمكن نمت وسرحت ورجعت. بصيت في الساعة، أنا ماشي بقالي أكتر من ساعة. مشيت تالت مرة وطلعت اللفة دي تالت مرة برضه. وقفت العربية وطفيت النور، نزلت وولعت سجارة وقعدت أقرا الفاتحة يجي 7 مرات، وبصيت ورايا لقيت الطريق عادي ومفتوح قدامي. ده مش تخريف، ده الجن كان بيقفل عليا الطريق عشان أقف ويحصل اللي يحصل وقتها بقى. حسام كمان بيقول مرة كنت ماشي على طريق العلمين القديم رايح مكان تبع الشغل. الطريق ده مفيش فيه علامات كتير، قعدت ماشي يمكن ساعة ونص وشايف نفس الطوبة اللي عديت عليها في أول نص ساعة. قلت لأ مستحيل، رجعت تاني ومشيت، لقيت نفسي برضه في نفس الحتة بعد فترة كأن الطريق بيلف بيا. قعدت أقرأ قرآن كتير وأدعي لغاية ما الطريق بان قدامي تاني. أهل المنطقة بيقولوا إن الجن ساعات بيطوي الطريق عشان يخليك تتوه. وتعالوا نشوف هناء كمان هتقول لنا ايه. مرة كنا رايحين الواحات، الطريق طويل وممل، ابن اختي الصغير كان بيعيط، بصيت في المراية لقيته ساكت ومبسوط وبيشاور على الشباك وبيقول بص القطر. بصيت مفيش حاجة، بعدين لقيته بيقول بابا بص القطر ده وهو بيشاور عليه. كل ما كنا بنقرب من حتة معينة كان بيشوف القطر الوهمي ده. أهل المنطقة بيقولوا إن دي مدن الجن بتظهر للأطفال اللي قلبهم أبيض. عم عماد بيحكي كنت جاي من أسيوط تعبان جدا والعين خلاص ابتدت تزغلل، وفجأة شفت قدامي مدينة كاملة أضواء وبيوت وشجر. قلت الحمد لله وصلت، رحت مسرع ناحيتها، كل ما أقرب كل ما تتلاشى من قدامي كأنها بتدوب في الهواء. بعدين شفتها تاني بس بعيد، فهمت ساعتها إني ابتديت أخرف. بس الغريب إن مش أنا الوحيد اللي شافها، لما سألت زميلي في العربية قال إنه شافها هو كمان.
مصطفى بيحكي وبيقول كنا رايحين العين السخنة، الطريق ده جديد وملوش ملامح كتير، المفروض المسافة تبقى حوالي ساعة ونص تقريبا، وطول ما أنا ماشي السرعة ثابتة والعداد بتاع الكيلومترات مش بيتحرك، كان معلق على رقم معين، بصيت على البنزين لقيته بينقص عادي. صاحبي اللي معايا قال لي احنا في حتة الجن حابس فيها العربية، فجأة من غير أي سبب العداد رجع يشتغل، ولما وصلنا لقينا المسافة اللي قطعناها أقل بكتير من الوقت اللي قضيناه، كأن فعلا الطريق كان بينطوي بينا في لحظة. والحقيقة أنا عايز أقول لكم إن مش كل الغموض بيظهر في صورة مرعبة، ساعات بيكون في شكل رسالة زي رسالة تحذير أو حتى رسالة بتدلك على كنوز، بس لازم تكون مستعد لتمنها. سواق بيحكي في طريق الضبعة الهدوء بيكون قاتل، ممكن تفضل ساعة ماشي مفيش غير صوت الموتور، بس مرة سمعت صوت همس كده زي كلام بين اتنين بس صوت واطي قوي طالع من ورا التابلو بتاع العربية، زي ما يكون حد قاعد معايا وبيهمس بكلام أنا مش فاهم منه أي حاجة. وقفت وفتحت الكبوت وشفت كل حاجة، مفيش أي حاجة بتعمل الصوت ده، وده كان همس بيحاول يا إما يلفت انتباهي لحاجة أو يجنني. منى بتقول في طريق الفيوم الصحراوي في قصة هناك معروفة جدا، بيظهر نور أحمر صغير على بعد معين في الصحراء، الناس بتقول إن ده نور الكشاف اللي حارس الكنز بيولعه عشان يدل الناس على مكان الكنز، بس لو رحت له طمعان هيغرقك في رملة متحركة، لكن لو كنت مسكين وقلبك أبيض بيظهر لك النور ده عشان يحذرك من حفرة أو طريق مكسور قدامك. أنا مرة شفت النور ده ووقفت، وبعدها بثواني عدت عربية تانية بسرعة خبطت في مطب عالي وعملت حادثة كبيرة. صديق بيحكي الصحراء دي كلها كنوز بس مش أي حد يقدر يوصل لها، الكنوز دي ليها حاجة اسمها رصد، حراس من الجن بيظهروا بأشكال مختلفة، ممكن مثلا تشوف نور غريب بيطلع من الأرض أو حيوان أسود ضخم ملهوش ملامح مجرد ظل بيتحرك، لو قربت ممكن يهاجمك أو يخليك تتوه ما تلاقيش طريقك تاني. ودي مش تخاريف، دي حقيقة كل اللي بيحاولوا يدوروا على الحاجات دي. كنت ماشي جنب جبل المقطم في طريق قديم، شفت أضواء بتلعب كده في الجبل زي كشافات بس مفيش حد، قعدت فترة أبص الأضواء دي كانت بتتحرك في حركات غريبة كأنها بترقص، ولما سألت واحد عجوز قال لي دي أضواء الجن بيشتغلوا بالليل وبيعملوا الحركات بتاعتهم دي، قال لي بس إياك تفكر تقرب منهم. وتعالوا نشوف السواق ده بيقول ايه. القصة دي حصلت معايا على طريق اسكندرية بعد الكيلو 100 كده تقريبا، الدنيا ضلمة وكنا سايقين بسرعة عالية، فجأة سمعت صوت فرامل قوي جدا كأن في تريلا كبيرة وقفت جنبي في لحظة، بصيت في المرايات كلها مفيش حاجة، الطريق فاضي خالص، وقفت العربية مفيش أي أثر لكاوتش فرمل فجأة ولا أي ريحة شياط فرامل، بس صوت الفرامل ده كان حقيقي لدرجة إني اتنفضت من مكاني. ولما سألت سواق عجوز بعد كده قال لي إن ده بيكون صوت إنذار، الجن بيطلع صوت الفرامل الوهمي ده عشان ينبهك إنك ماشي على سرعة عالية ممكن تقتلك، أو إن في حفرة صغيرة أو مطب قدامك لو مخدتش بالك منه ممكن يقلب العربية. وفعلا بعد ما مشيت بهدوء بعدها بدقيقة لقيت مطب ما كنتش هشوفه خالص في الضلمة دي. والحقيقة إن الطرق الصحراوية في مصر مش مجرد مسافات بتوصل بين المدن، دي بوابات على عوالم تانية، عوالم بتحكمها أساطير اتولدت من الخوف ومن الغموض ومن تجارب ناس شافوا اللي محدش شافه، سواء صدقت القصص دي أو لأ، لكن الأكيد إن كل خطوة في الصحراء المصرية ممكن تكون مخبية معاها حكاية تخلي قلبك فعلا يخاف أو تتبسط وانت بتسمع حكاياتها. بس كده، ودي كانت قصتنا النهاردة. لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان توصلكم فيديوهاتنا أول بأول.